يا صباح الفل وصباح الجمال على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب يكون نهاركم سعيد كده او ليلكم سعيد على حسب ما يوصل لكم الفيديو. بس انا كنت بصور بالنهار. هنا حمودي بيصبح عليكم ويقول لكم ما تنسوش اللايك يا بنات. فما تنسوش اللايك وحطوا اللايك وخلينا نبدا الفيديو بتاعنا كده بالصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام، وبالرضا للرحمن. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. إذا حتى ترضى وإذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل وقت وحين. احنا بنحمد ربنا على كل الأوضاع اللي احنا فيها، بنحمد ربنا على الحال وعلى الحياة وعلى الموت وعلى كل شيء. احنا كان عندنا ظروف كده وفاهم كده، انتم ملاحظين ان انا لابسه اسود. بس ما حبيتش ان انا برضو اعدي الفيديو يعني اعدي يوم من غير ما اجيب لكم فيديو. فهنا انا صورت السمك، بس للاسف صورت طبعا بعد ما خلصت شويه. احنا كنا بنشوي عند الطيور هناك، وحمود قاعد بيطبل يعني مبسوط. عندنا سمك النهارده، احنا كلنا بنحب السمك والله الحمد لله. وشوينا السمك وريتهولكوا، وكان عندنا الحاجة طبعا منورانا حبيبة قلبي أمي، ما تحرمش منك يا رب يا ماما، يبارك في عمرك. ماما بتصبح عليكم يا مات، تقولك ما تنسوش اللايك. وهنونا القمر حبيبة ماما قاعدة مع تيتا ولازقة فيها، مش عايزة تسيبها خالص يعني. فما تنسوش اللايك يا بنات عشان خاطر ايه ماما، عشان خاطر هنا وحمودي. حبيت اصور لكم طيوري كده وهي مغلباني، وانا عماله الف واجري وراها عشان تخش مكانها، مش راضيه تخش. يا دوبك الف من الناحيه دي تيجي من الناحيه التانية، الف من الناحيه دي، طلعت عينيا والله. كنت بلف انا وهنا، وهنا هنا قرفانه عماله تقول انا زهقت يا ماما، خش خش عشان يخش. ودخلناه، وهنا لسه ديك رخم كده صغير مش راضي يخش. خش يا عم الحاج، يا عم الحاج ربنا يهديك تخش. شايفين مكانهم جميل. احنا المكان ده اوضه بتاعتي انا بنياها قصاد الارض بتاعتنا ورا على طول. ورمية وصلت، كانت تحت تجيب لنا مية نشرب، ودخلناهم الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا كنت قلت لكم ان انا عندي فراخ صغيره، بس ما شاء الله كبروا هم. ربنا يصلح حالهم يا رب كده. وانا جايباهم والله مخصوص عشان خاطر البيض، من غلو البيض واسعار البيض الغاليه بره دي. قلنا لا احنا ربنا فرختين بلدي كده يبعتوا لنا بيض عشان خاطر العيال والفطار الصبح والمدارس. بس والله شكلهم ما هيلحقوا حاجه. شكل الفراخ ده تبع على السنه الجايه بقى ولا ايه مش عارف، صغيرين لسه مش عايزين يكبروا. والعلف مولع نار وكل حاجة مولعة نار. ربنا يلطف ويعدي على خير يا رب علينا وعلى أمة محمد. يا خلاص يا عركان الجميل القمر ده. دي حمامة صغيرة جميلة. هو كان ليه أخت أو أخ والله ما عارفة يعني، الحمد لله لقيته مات، وقع من القفص بتاعه ده. التقفيصة دي أنا حطاها فوق كده معلقاها، وكانوا اتنين قاعدين فيها بيبيضوا ويطلعوا. انا بنسى والله اصور لكم الحاجات دي يا بنات، بس ان شاء الله بعد كده اصور لكم البيض حتى، والحمامه نايمه عليه والحوارات دي. وقع على الارض ومات. فالحمد لله. حمودي بيقول لها خش يعني بدخل الفرخ معايا. اسلام لي حمودي حبيب ماما. هنا حمودي عمال يلعب في تيتا يعني. هو احمد وهنا ما بتيجي تيتا مش بيسيبوها خالص والله، البنات كلهم بيحبوا تيتا، هي احلى حاجه في حياتنا تيتا. وعمال يلعب فيها. تعيش يا احمد يا رب، يبارك لي في عمرك يا ابني يا رب. وبسبوسه كمان وصلت اهي. بسبوسه زعلانه، لا ما احوش من على تيتا، ما تعملش من على تيتا يا احمد. وقعدوا بقى يشكل كل شويه، اوعى مالكيش دعوه، وهي ايه تحوشه وهو يرجع لها تاني ويلعب مع تيتا، وتيتا واقفه ومسالمه عادي يعني مفيش مشكله، العب يا احمد. ربنا يخليكي لي يا ماما يا رب، ما تحرم منك ابدا. اه يا بنت بعيد عن حبيبي. انا والله كنت عايزه اسيب لكم الصوت زي ما هو، اسيب لكم كل حاجه، بس صوت الطيور مع صوت العيال. شوف شوف الغيره الغيره، بس ما انا غيرانه. العيال ما شاء الله بقوا غيرانين. مين اللي يجي جنب تيتا اكتر؟ احمد ضربها. وعن شرط يعني الحمد لله ضرب احمد في بسمله على قلبها زي العسل، موافقه ان تيتا عماله تضحك عليهم. والله كان يوم جميل جدا، وقضينا وقت حلو عند الطيور ورا. وما شاء الله كانت قاعده حلوه كده، وجو الخضره كده، وجه حسن يعني، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يبارك لنا دايما في لمتنا يا رب، ويبارك لنا في اللي لينا، وما نتحرمش ابدا من اهلنا، اللهم امين. ويبارك لنا في حياتنا. البركه والله يا بنات، البركه اهم شيء، البركه والرضا. ودايما نحمد ربنا ونقول راضيين يا رب بعطائك في كل شيء، واحنا طبعا راضيين والله الحمد لله، وراضيين بعطائه وراضيين بقضائه، وراضيين بكل حال. ربنا يصلح حالنا واحوالكم، اللهم امين يا رب. هنا كيتي، لا دي مش كيتي، ده قط رخم كده عندنا، بس بسبوسه. طبعا انا على فكره ما بحبش القطط ابدا، بس عندي بسبوسه لا بتحب دايما تدي القطط كده اكل، تقول لا هم يعني اكيد جعانين يا ماما. والقط طبعا شامم ريحه السمك، فهو مش هياخد سمك يعني هياخد سمك. فقعدوا بقى ياكلوا سمك ويقزقزوا كده، ويرموا القط ياكل معاهم. كان ما شاء الله خلاص حبة السمك هم قاعدين. بألف هنا وشفا.
انا كنت عامله سمك بوري شويه، كان جميل جدا، وايه جنبه سمك شبار صغير كده، احنا بنحب نجيبه، بحبه كده في الازازه، بقى طعمه حلو قوي والله. الصغير ده السمكه الخضراء الحلوه دي، اكيد طبعا اللي بيجيب السمك الصغيره دي عارف ان طعمها بقى لا يقاوم، بالذات الناس اللي بتحب السمك المشوي. انا بعشقها جدا، ولازم اجيب منها تبقى تسالي كده جنب السمك الكبير. القط هنا مبسوط وعمال ياكل، ومش كان راضي يمشي يعني، حتى انا قلت هيخاف وانا بصور ويمشي كده من قدامي، لا هو واقف ومستمتع بالاكل. يلا الف انا وشفا لكل اللي كان. شفتوا الكائن الجميل ده؟ الحمامه طالعه باين ان هي كان عايزه تاكل يعني سمك، بس الحمامه ما بياكلش سمك. والله انا حبيت اصور لكم كل حاجه عندنا النهارده كده، بره المطبخ وبره البوتاجاز والدوشه بتاعه المطبخ، قلنا نصور فيديو خفيف. واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون حلو على قلوبكم. وما تنسونوش باللايك يا بنات، بالله عليكم تحطوا لي لايك، لان فعلا فعلا انا يعني عايز عليا جدا مشاهدات، والتعليقات تبقى اكتر من اللايكات، فبالله عليكم ما تنسوا اللايك. اللايك امانه 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 امانه، في كل يخش الفيديو يحط اللايك. ماما بتعزم عليا بالسمكه تقول لي خدي، بس والله كانت احلى حته سمك كلتها، كانت طعمه جدا من ايد ماما، ما تحرمش من ايدك يا ست الكل، يا رب يبارك لي في عمرك يا ام يا رب. وحمودي احلى حاجه ما يبقى في حد حلو كده كبير كده، بيلم كل العيال حواليه، لمنا كلنا، يا رب ما نتحرم من اللي لينا ابدا، يا رب اللي ليه ام تتحرم منها ولا حد يتحرم من اهله. اللهم امين يا رب، ما نتحرم من اهلنا ابدا يا رب. هما ياكلوا ويرموا القط، ما شاء الله كله شغال يعني الحمد لله. والقط كان عمال ياكل معانا ومبسوط، مع اني على فكره ما بحبش القطط ابدا، لا القطط ولا الكلاب، بقرف منهم وبخاف منهم، بس الحمد لله بره ما فيش مشكله، المهم ما يخشوش البيت. شايفين طبعا منظر الشمس سبحان الله جميل جدا، واليوم ده كان ممتع كده، والشمس طالعه وكل حاجه كانت فيه زي العسل. والخضره جنبنا طبعا دي الفاصوليا بتاعت حمايه، جميله جدا، جنب البيت على طول. وانا ايه اوضه الطير بتاعتي فاتحه على الارض على طول كده، فبحب طول الشتاء اقضي الوقت كله هناك عند الطيور. فانا بقول لكم ما تزعلوش يا بنات اني لابسه اسود. ويلا ما تنسوش اللايك وكومنت جميل، ولسه متفرجه على قناتي تحط تعملي اشتراك وسبسكرايب.